حرب الباكك على إقليم كردستان تخدم سياسات إيران الإقليمية في الآونة الأخيرة، وبالأخص بعد توقيع اتفاقية شنغال التاريخية بين أربيل وبغداد. اتخذت حروب الباكك النيابية ضد القضية الكردية وواقع كيان إقليم كردستان منحى جديدا، وهذا ما يظهر بوضوح لدى دراسة الاستراتيجية الإقليمية للنظام الإيراني. فمتاجرة كبار قادة الباكك بهذه الحروب لا تخدم سوى سياسات إيران الإقليمية. ومع أن مسألة تمركز الجريلة بادئ الأمر في شنغال والمناطق الخارجة عن إدارة الإقليم كشفت عن خبايا مؤامرات مشتركة بين إيران وحزب العمال الكردستاني باكك، الهدف منها كما تعترف طهران به صراحة هو إنشاء محور المقاومة لإنجاح مشروع الهلال الذهبي أي الهلال الشيعي وحمايته، والباكك بمثابة حلقة هامة من سلسلة هذا المحور رغم التستر والتغطية المستمرة لكبار قادة هذه التنظيمات على هذه الحقيقة الواضحة أمام أعين الشعب الكردي. وتزامن معه انتشار مسلحي الباكك في شنغال وكركوك تحت غطاء الحشد الشعبي والحكومة الاتحادية وتلقيهم الرواتب والمساعدات اللوجستية والأسلحة من إيران رغم إصرار الطرفين الإيراني والباكك على التغطية على الأمر. فبعد توقيع اتفاقية شنغال بين كل من حكومة إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية والترحيب الحار به من قبل عموم شعب الإقليم والمكون الإيزيدي على وجه الخصوص، سارعت إيران والباكك بنصب العداء لهذه الاتفاقية بحيث لم يقدرا على إخفاء ما بينهما من تعاون مشترك، فعادا بعلنية وتآمرا معا في سبيل منع تنفيذها على أرض الواقع. فلو نظرنا لهذه الاتفاقية وفق رؤية ريال بوليتيك لشعرنا أكثر بمخاوف كل من طهران وإمرالي قنديل، كون الاتفاقية تخدم القضية الكردية عموما وشنغال خصوصا، كما وتعد الخطوة الفعلية الأولى لتطبيق المادة 140 المعطلة من الدستور العراقي، والتي حالت القوى الشيعية الموالية لإيران في العراق دون تنفيذها لغاية الآن، زيادة على أن المتضرر الرئيسي سيكون كل من الباكك وإيران في الدرجة الأولى، ذلك الطرفان اللذان دائما ما يقتاتان على الفوضى والاضطرابات وانعدام الأمان والاستقرار في المناطق الكردستانية ويحققان أهدافهما الخبيثة وراءها. وقد نشر موقع خبر 24 وهو من المواقع المقربة للمراكز الاستراتيجية الإيرانية والمهتمة بنشر الرؤى والآمال والسياسات الإقليمية والدولية لإيران، نشر الموقع المذكور تحليلا مفصلا مطولا حول اتفاقية شنغال وآثارها السلبية على سياسة التدخلات الإيرانية في المنطقة. وجاء في التحليلات التي نشرها الموقع قبل أيام من متاجرة الباكك بحروبها ضد الإقليم، حيث وضعت صورة لمسعود البارزاني والكاظمي تحت عنوان سيناريو قطع ذراع المقاومة في سنجار. وقد أشارت الدراسة وبوضوح إلى أن إيران شكلت محورا باسم محور المقاومة، حيث يربط المحور طهران ببيروت، وهذا ما شكل فرصة ذهبية للتدخلات الإقليمية الإيرانية الغاية منها حشد الميليشيات والمجاميع والفصائل المسلحة كحزب الله اللبناني وحكومة بشار الأسد والميليشيات الولائية في سوريا وميليشيات الحشد الشعبي في العراق والباكك وغيرها من الفصائل والمجاميع التي وظفتها إيران لتنفيذ أجندتها وخلق أجواء من اللا استقرار والإرهاب والفوضى وممارسة الانتهاكات عن طريقها حفاظا على مصالحها في منطقة الشرق الأوسط والعالم. كما أشار التقرير الذي أعدته الصحيفة إلى أن تنفيذ اتفاقية شنغال وإخراج الباكك من القضاء ومحور المقاومة أو جناح المقاومة كما ذكره التقرير سيؤدي إلى كسر السلسلة في أهم حلقاتها، وهذا ما يكفل بالقضاء على المخططات الإقليمية لطهران والحرس الثوري وتعرضها لأزمات عظيمة. فبدأت محاولات إيران لإجهاض الاتفاقية، فحاولت تحريض الشعب الكردي للوقوف بوجه الاتفاقية وذلك عن طريق وكلائها من الحشد الشعبي والباكك، غير أنها منيت بالفشل. بعدها استخدمت بعض المرتزقة العرب من قاطني المناطق المجاورة باسم أهالي شنغال، فنظموا تظاهرات لهذا الغرض باسم أهالي شنغال، غير أن هذه الخطة أيضا باءت بالفشل. لهذا لم تجد بدا من التوظيف المباشر للباكك بإشعال حرب ضد إقليم كردستان، والخطة هذه تتمثل في إبداء هذه الحرب وكأنها حرب للباكك ضد البارتي أي الديمقراطي الكردستاني،
ومن ثم احتشاد كافة الأطراف المعادية للباردي في طابور البككة الطرف البادي لهذه الحرب. نعم، قد تكون طهران قد حققت انتصارا من نوع ما، وذلك باستئجار بعض المرتزقة المأجورين الفاسدين في كردستان لإبداء هذه الحرب وكأنها حرب بين الباردي والبككة، غير أنه ولحسن الحظ فإن الشعب الكردي متيقظ وواعي وأكبر من أن يقع في هذه المصيدة بتصديق مثل هذه الأنباء الكاذبة والمفبركة، بحيث لا يدرك حقيقة أن المستهدف من هذه الحرب ليس الباردي فحسب، بل هو كيان إقليم كردستان السياسي والجبهة القومية التحررية الكردستانية، وأن محبي الحرب والعدوان إنما هم عصا بيد أعداء كردستان ومحتليها، وهم أعداء القضية الكردستانية المشروعة. والمؤسف هنا هو أن هذه الحرب التي تدعو إليها البككة هو أنها انخرطت تماما وبشكل واضح في تحقيق أجندات ومخططات إيران الإقليمية، وأن إعلام النظام في طهران لا يأبه بكشف حقيقة أن البككة باتت جزءا هاما في محور الحرس الثوري الإيراني في المنطقة. رغم هذا يحاول صناع القرار في قنديل إبداء الحرب وكأنها حرب ضد الديمقراطي الكردستاني، وأنها ستخدم الشعب الكردي في الإقليم. فإنه فعلا لأمر مؤسف أن يرى قادة البككة الشعب الكردي بهذا المستوى من الغباء والجهل، بحيث لا يعرف حقيقة ما يجري على أرض الواقع. والأشد أسفا من ذلك هو اعتقادهم أن الخيانة بحق كردستان ستكون تراثا وعرفا وموضة العصر دون خجل أو حياء. ختاما، نستطيع القول إن الخونة دائما ما تذرعوا لخيانتهم وبرروها على مر تاريخ كردستان، كما حدث قبل 3 أعوام على أحداث كركوك الخيانية، غير أن الأمة الكردية ومفكريها وثوارها الأحرار أعظم من أن ينظروا لمثل هذه الخيانة كممارسة طبيعية. فلو بقي كردي واحد على وجه الأرض لأدان الخيانة واستنكرها وقبح الخونة، فقد بلغ الشعب الكردي مستوى من الرقي والوعي واليقظة بحيث لم يبق باستطاعة البككة أو أي تنظيم أو حزب أن يخدم سياسات النظام الإيراني الفوضوية والاحتلالية والمعادية للكرد وكردستان تحت مسمى الدفاع عن الوطن والأرض ومحاربة غيره من الأحزاب الكردستانية وتلوين خيانته ومتاجرته بالحروب بألوان الوطنية والشرعية والنضال والكفاح المقدس.